اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على الناس الحلوين. وهنعمل إن شاء الله كفتة برز كده تستاهل بقكم، ومن الآخر سهلة وبسيطة وأي حد هيقدر يعملها، وبإمكانياتك انتي، على قد إمكانياتك هتعمليها إن شاء الله. على المقادير بقى، أنا جبت نص كيلو من اللحمة، واللحمة ليكي حرية الاختيار، جملي، بلدي، مستوردة، أي نوع لحمة هي قابلة، هتقبل أي نوع لحمة. أنا جبت 500 جرام من اللحمة، يعني نص كيلو، ومعاكي من 250 جرام رز ل 300 جرام. أنا غسلت الرز كويس وطحنته في المطحنة بعد ما نشفته حلو، بعد ما نشف خالص طحنته في المطحنة، وحطيت عليه بقدونس وكزبرة وشبت وبصلاية متوسطة. انا البصل كان عندي صغير فاستعملت 3 بصلات صغيرين، و4 فصوص من الثوم، وملح بقى، معلقة ملح وكزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود. انا طبعا بعد ما فرمتها حلو في المفرمة كده، طبعا ما عندكيش كبة عند الجزار يفرمها لك فرمتين كده ناعمين. لو ما عندكيش كبة يعني. عفوا. انا بقى هعمل الصلصه عقبال ما الكفته ترتاح شويه، هحطها في التلاجة ترتاح شويه، عشان هي كانت طبعا سخنه من بعد الضرب في الكبه، ريحتها. فجبت معلقه صلصه، معلقه، اللهم صل على النبي، معلقه زبده على زيت، وخرطت عليها بصله متوسطه كده، وحطيت عليها بعد ما دبلت شويه مكعب توم كده، عشان انا فرماه وحطاه في الفريزر. لو ما عندكيش يبقى فصين توم تحطيه عليها. بعد ما دبلت شوية كده هنزل عليها بالصلصة. الصلصة عندي انا عاملاها طرية شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما طلعت الكفتة وصبعتها كده، بس الفيديو ما جاش معاكم في التصوير يعني. انا لقيت الزيت بارد شوية، فاستنيت عليه لما سخن. وحاولي تبقى صوابع الكفتة تبقى كبيرة طويلة شوية، بحيث ان هي لو كشت ما تكشش كتير، بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني نص كيلو رمى كمية حلوة. بص اهي صباع كفتة ما كشش كتير خالص يعني، بالشكل ده. هنخلص بقى الكمية كلها، اهو انا بوريها لك تاني اهو. هنخلص بقى الكمية كلها، وطبعا الصلصة اهي اتسبكت اهي. هنزل عليها بصوابع الكفتة وهخليها تغلي غلوتين 3 كده. بعد ما تغلي كده غلوتين 3 هحيقها. وطبعا احياء الملح على حسب رغبتك انتي، على حسب ذوقك انت الشخصي في الحياء. انا حطيت معلقه ملح، معلقه آه ك- ما- اللهم صل على النبي، فلفل اسود، كمون، كزبره، ومعلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. وهنسيبها تغلي غلوتين 3 كده، وبعد كده هنقدمها مع رز بشعريه زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. الرز بالشعريه طبعا هنحمر الشعريه في معلقه زبده برضو وزيت، بعد ما تتحمر هننزل عليها بالرز بقى، وقد كمية الرز مية، وهنقدمها بالشكل ده. بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا، مع السلامة.